بص، الفيديو ده هيكون مختلف شوية بس اعتبره رسالة ليك، علشان لو مقصر في الفترة دي أو قصرت قبل كده في خلال السنة. معاكم دكتور عزازي، ويلا نشوف هنعمل إيه. تعالى أحكي لك إيه اللي حصل معايا لما تيجي تالتة ثانوي وإيه اللي حصل يوم التنسيق. بس قبلها تعالى نرجع كام سنة كده لورا لحد تالتة إعدادي. فعلي اللي ما يعرفش محدش يعرف يا اسطى في إيه. سوري يا جماعة. المهم أنا كنت جايب في تالتة إعدادي أول محافظة بمجموع 100%. كنا حوالي 4 3 بنات وأنا الولد الوحيد. طيب أحكي لك النقطة دي ليه؟ مش عشان أتفلسف عليك أقول لك إن أنا جامد، لأ، عشان أقول لك إن أنا كنت عايز أعمل كده برضه في تالتة ثانوي. فانا كنت بذاكر مش بس عشان ادخل كليه الطب اللي هي حلم حياتي، لا كنت كمان عاوز اجيب ترتيب جمهوريه. بس الحمد لله قدر ولطف. نرجع تاني لموضوعنا. زي اي طالب مجتهد في ثالثه ثانوي ذاكرت وعملت اللي عليا على قد ما اقدر، يعني اكيد كان في تقصير، احنا مش ملايكه يعني. ولكن في يوم 31 من يوليو لعام 2024 في تمام الساعه الثانيه، وبعد ما كتبت رقمي القومي على موقع النتيجه وشفت مجموعي، واذا بالعالم يظلم من حولي وقعدت اعيط. انا كنت في الشغل ساعتها وبحمد ربنا اني ما كنتش في البيت. لقيت نفسي جايب 614 من 650. فحسبت الكلام ده لقيته بالظبط حوالي 94 ونص، او بالظبط حوالي 94 و46 من 100. وطبعا انا كنت حافظ تنسيق السنه اللي فاتت، فالمجموع ده ما كانش يوديني اللي انا عايزه. تنسيق السنه اللي قبلي كان طب بشري القاهره كان من 625، وطب بشري دمياط كان من 620، وطب اسيوط كان من 616. يعني انا ما كنتش لاحق طب بشري، حتى ما كنتش لاحق اسنان القاهره، كنت لاحق اسنان اسيوط بدرجه. فكده انا مش هلحق طب بشري اللي انا نفسي فيه، ومش شايف نفسي في مكان تاني غير فيه. انا مش عايز ادخل اسنان او صيدله او اي حاجه تانية، انا مش تقليل منهم، ولكن انا مش عايز، فاهم؟ انا عايز طب بشري بس، انا بحلم بيها طول عمري. فطبعا قعدت اعيط زي المتخلف، وجزاهم الله خيرا. يعني الناس اللي كانوا معايا في الشغل اساسا كله ساب اللي في ايده وقعدوا يطبطبوا عليا انا ويواسوني انا، والشيخ بتاعي يرن عليا، وخالي وقرايبي كلهم والمدرسين والدنيا كلها ترن عليا، وانا مش هنا اصلا. انا مش هنا، انا في عالم تاني. لحد ما خالي جه خدني بالعربيه علشان يروحني، كنا قبل العصر بشويه. فطبعا انا مش عايز اروح البيت، مش هينفع يعني. انا كان نفسي افرح ابويا وامي، فانا مش هينفع اروح البيت اقول لهم ان انا ما عرفتش افرحكم. فطبعا انا مش هينفع طبعا. فقلت له خلاص وداني عند واحد صاحبي ده اساسا اكتر من اخويا، وهو في ثالثه طب دلوقتي. فوداني عنده، قعدت اعيط برضه كل ده، وابويا وامي ما يعرفوش انا فين اصلا، ولا جبت كام، ولا انا ازاي، ولا معرفوش. وبعدين خرجنا شويه عشان نفصل او ينسيني اللي حصل، او يحاول يشغل دماغي باي حاجه تانية، وروحت البيت على المغرب. كنت لحد ما تقبلت الموضوع شويه بعد ما هو قعد يواسيني طبعا، اللي هو الحمد لله انا مش في ايدي حاجه اعملها، وان قدر الله ما شاء فعل واكيد ده الخير ليا. وبعدين فضلت قاعد من اليوم ده لحد يوم الرغبات مثلا، فاقد الشغف، فاقد الامل، فاقد كل حاجه في الدنيا، كاره الكوكب اصلا، لحد يوم الرغبات. فكتبت في الرغبات القاهره، وبعدين دمياط، وبعدين اسيوط، وبعدين اسنان، وبعدين صيدله، وبعدين هندسه، وبعدين كل الكلام ده. وانا مش في دماغي اساسا ان انا الحق طب بشري، يعني انا كاتبهم كده اللي هو ايه، بالترتيب وخلاص. ولكن لحسن حظي يعني كلمت الشيخ بتاعه وقلت له، فلقيته بكل بساطه جدا وبكل سلاسه بيقول لي ايه، انت هتلحق طب دمياط. فقلت له ازاي يا شيخ، ده هو انا جايب 614 وطب دمياط ب 620، الواحد في المية بست درجات ونص، تنسيق مستحيل ينزل الناس دي كلها، ده مستحيل. فهو لقيته بيقول لي ثق في الله بس وما تقلقش، انت عملت اللي عليك وتعبت جدا، وربنا مش هيضيع تعبك، فما تقلقش. فتمام. ولحد ما جه يوم التنسيق، وكانوا بيقولوا التنسيق في مؤتمر كده، فانا سمعت خلاص على فيسبوك لحد ما جه كلمه طب دمياط لقيته بيقول 613. انا طبعا مهما حاولت اوصف لك احساسي ساعتها مش هعرف اوصفه لك. مش عارف، مهما حاولت يعني الاحساس ساعتها كان الموضوع مختلف تماما يعني. بس قعدت اعيط برضه. بس المره دي كان من الفرحه. المره اللي فاتت كان خلاص اللي هو انا هعمل حاجه في نفسي، ودلوقتي بعيط من الفرحه على ان ربنا ما ضيعش تعبي، وان ازاي ده اصلا حصل، التنسيق نزل ده كله ازاي. فانا ما كنتش مستوعب ايه اللي بيحصل. فلما عرفت امي وننتي لقيت طبعا في زغارات اشتغلت، وفي فرحه كتير، وعماله اترمى في احضان ناس، فاهم؟ انا مش عارف انا اترميت في احضان مين ساعتها. الناس كلها عماله تزغرط والناس كلها مبسوطه، وانا كمان يعني انا عمال اعيط، انا مش شايف قدام اساسا من كتر العياط. فدموع الفرحه ملأت المكان مع مزيج من عدم التصديق. وانا كان كل اللي جوايا ساعتها انا يا رب، انت استجبت لي انا. وقعدت افتكر بقى في سجدات كامل اللي كانت بتقعد بالنص ساعه، وانا عمال اعيط وادعي واقول يا رب ما تضيعش تعبي، يا رب اكبر وخاطري، يا رب ادخل الكليه اللي انا نفسي فيها. حرفيا كنت بسجد السجده كان ممكن تدخل لها في نص ساعه او اكتر كمان، وعمال اقول يا رب انت نزلت التنسيق اكتر من 1% عشاني، ده انا بعمل ذنوب كتير ومقصر جامد، مش بس في الجانب الديني بل برضه في جانب المذاكره. ولكن وتشاء انت من الاماني نجمه، ويشاء ربك أن يناولك القمر. قال ربنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنا عاوزك تطلع بدرسين اتنين بس من الفيديو ده. أولا، ما تبطلش مذاكرة وما تيأسش عشان ما يحصلش فيك اللي حصل معايا يوم النتيجة. وكل العياط اللي أنا عيطته ده ومشاكلي مع أهلي ساعتها، وإن أنا مش طايق حد وكاره الحياة، وحد غيري أساسا كان ممكن يعمل حاجة في نفسه قبل ما يستنى الرغبات والتنسيق. رقم اتنين، خلي عندك حسن ظن في الله. واديك شايف ربنا كرمني ازاي، وبمجموع 614 دخلت طب بشري دمياط، اللي انا ما كنتش متخيل اصلا ان انا الحق بشري اسيوط. انا مش عاوز اطول عليكم، ولكن ده بس فعلا الغرض من الفيديو، هو انك ما ينفعش تيأس، عشان لما تيجي في الاخر تبقى فعلا انت قدام ربنا عملت اللي عليك، وفي نفس الوقت ما تفقدش الامل في ربنا.
ربنا لحد اخر نفس حتى لو انعدمت الاسباب. كان في فرق بيني وبين كليه الطب اللي انا دخلتها ديت حوالي 6 درجات، والتنسيق نزل الدرجات دي كلها وانا لحقت الكليه. بيقول لك ان التنسيق في سنتك هينزل النزله دي كلها، معرفش. في اساسا ناس كتير جدا بتقول الامتحانات هتيجي صعبه، فمش عارف اساسا الدنيا هتبقى عامله ازاي، ولكن ربنا كريم، ربنا عمره ما هيضيع تعبك صدقني. مش عايز اطول عليكم، ولكن صدقوني كل اللي انتوا بتمروا بيه دلوقتي من تعب وقله نوم وعلاقتكم الزباله باهلكم واصحابكم، كل ده هيهون مع اول فرحه هتفرحها، واللي هي ان شاء الله هتبقى يوم النتيجه. كل التعب ده كل التعب ده هيتنسى بمجرد ما تلاقي نفسك بتجني ثمار تعبك وتعب اهلك من اول السنه. ذاكروا يا جدعان، الفرحه تستاهل والله، مش مستاهل يحصل فيك نفس اللي حصل فيا. اي نعم ربنا اكرمني في الاخر، ولكن تفرق برضه. وبس كده، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. ما تنسوش قيام الليل يا شباب، ما تنساش طبعا تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتدخل قناه التليجرام اللي احنا لسه عاملينها لثانويه ازهريه اسمها معا نرتقي. هتلاقي اللينك في تعريف القناه، هتلاقي لينك كده مجمع، هتلاقي اول اوبشن فيه اسمه معا نرتقي، هو ده. وما تنساش تعملي فولو على الانستجرام، تشترك طبعا على قناه التليجرام التانية اللي بنزل عليها قران. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.